اديني كام من 10. مشوا الدنيا مشوا الدنيا. العيال اللي داخله الحمام دي عندك كام سنه مثلا؟ تبصلي كده جامد قوي. بنتي زهقانه. ايه ده، هو انتي مامي جديد؟ لقيتي كده. هلو يا جماعه، فيديو النهارده هنعمل لوك ميك اب صيفي وفي نفس الوقت ينفع بمناسبه العيد. كل سنه وانتم طيبين، ان احنا نخرج بيه في العيد. هيبقى صيفي عيدي، صيفي وعيدي. خلونا نبدا. استخدم البي بي بتاع مايت سينما. انا مبقاش يهمني. هستخدم البي بي بتاع مايت سينما اللي هو حبيبي الفتره دي. اكيد انتوا هتشوفوني او شفتوني بستخدمه كتير قوي. المهم وانا بحط ميك اب هحكي معاكم مواقف بتحصل لي او كانت بتحصل لي لما كانت ميان صغيره شويه، وكلها مواقف غريبه جدا او محرجه شويه. وهي اني كنت كل ما اروح حته بيحصل لي موقف بسبب شكلي. الناس بتفتكرني ان انا صغيره، يعني اللي هو انتي الطفله اللي شايله طفله دي. بحس ان هم هيقولوا لي كده. طب اوكي يا جماعه، هو انا كبيره بس شكلي صغيره، فما تحسسونيش بالموضوع قوي كده. يعني اللي هو انتي شكلك صغيره فما تحسسونيش بيه، يعني فاهمين قصدي. بحط اللون البيج الاول، بكنسل بيه كده وبعدين بظبط بقى. المهم يا جماعه، اول موقف حصل لي وده كان بالنسبه لي اغرب موقف فيهم، علشان هي كانت ست كبيره شويه اللي قالت لي كده. هي شافتني كده وكان معايا اختي صغيره، اختي برضو هي اختي صغيره وشكلها برضو صغير. احنا عيله شكلنا صغير كان ما يبانش علينا السنين. فشافتنا احنا الاثنين قاعدين، كنا في اليوم ده قاعدين في المترو، كنت بجيب حاجات وكده وقعدنا في المترو. كنت بدي مان ببرونه في المترو علشان لما نركب ما تفضحناش. فقلت انا اديها الببرونه وبعد كده نركب. فالست كانت قاعده جنبنا في الكراسي اللي هي بتكون محطوطه في المترو دي. واذ فجاه الست راحت عملت ازاي؟ يا حبيبتي يا بنتي انت صغيره. هو انت عارفه انا عندي كام سنه يا حاجه؟ وبعدين يعني ايه يا حبيبتي يا بنتي انت صغيره؟ يعني اللي هو ايه، واحده قاصره مجوزينها راجل كبير بالعافيه وخلفت منه. ايه يا حبيبتي يا بنتي؟ طول ما هي قاعده مترقبه اي غلطه مني علشان تعدل عليا. اللي هو انت لا ما تعمليش كده، انت لسه صغيره، بصي تعالي انا هعلمك، فاهمه. طول ما هي قاعده مراقباني انا واختي، بتشوفنا بنعمل ايه مع ميان. ميان كانت صغننه خالص، كانت وقتها فعلا يعني كانت صغيره لسه، تعتبر عندها شهرين مثلا او 3 شهور. وجت في الاخر ما لقيتش حاجه حصلت، يعني لقيتني بديها ببرونه وكده والدنيا تمام، احنا قاعدين واحده قاعده ببنتها يعني وكده. راحت قالت لي كرعيها بقى. لقيت لي كده من اختي، يعني من اختي اصلا بتقعد تضحك في المواقف دي ما تمسكش نفسها. انا ممكن امسك نفسي شويه بس من اختي قعدت على جنب تضحك كده. الست برقت لي كده كرعيها بقى، اللي هو ايه، ما كرعتيهاش هاجي اخدها منك عشان انتي قاصره مخلفه عيله صغيره. فقلت لها انا كرعتها كده وانا بقول لها وانا خايفه، اللي هو في ايه يا حاجه في ايه. وفي نفس اليوم المهم ان احنا جرينا من الست دي، اللي هو ايه، خوفنا ان هي تاخدها مننا. يعني هي طبعا والله بجد يعني الناس الشعب المصري هعلمكم اللي هو الشعب المصري كأن انا من فرنسا مثلا. بس بجد احنا عندنا حته اللي هو مساعده الغير قوي. يعني ممكن مثلا هي كانت بتتعامل معايا كأم، انتوا فاهمين، فعايزه اللي هو تخلي بالها مننا وكده، ان هي امنا قاعده معانا ودي حاجه حلوه. بس انا مستغربه اللي هو ايه بتعامليني على اني صغيره على اساس ايه؟ طب اساليني مثلا الاول هو انت عندك كام سنه مثلا، عادي هقول لها ما عنديش اي مشكله. نفس اليوم بقى واحنا كنا رايحين نجيب حاجات، المكان بقى اللي احنا كنا هنجيب منه الحاجات دي، شافتني البنت اللي احنا بنجيب منها. طبعا ميان يعني ميان بنتي عشريه قوي والناس بتقعد تشيلها وكده، فخدوها بقى مني في المكان وكده. فالبنت لقيتها بتقول لي هي ميان زهقانه، يعني كانت زهقانه عماله سيبوني بقى، هو سيبوني يعني عايزه تقول لهم سيبوني. فلقيتها بتقول لي بصي هي شكلها جعانه اكليها. هي ما كانتش جعانه، يعني انا عارفه يعني انا امها، فانا عارفه هي بتاكل امتى بتاكلش امتى الكلام ده. فاكرين اللي هي بتاعه الهايلايتر، انا هعملها معاكم دلوقتي. لقيتها بتقول لي البنت جعانه، فانا قلت لها يعني عشان انا عارفه، فقلت لها لا بس هي مش جعانه. ايه ده، هو انتي مامي جديده؟ اقسم بالله كده. يعني انا مش عارفه الجمله هي بتضحك ليه، ومامي جديده دي ايه علاقتها بان انا عارفه بنتي جعانه او لا. ممكن هي قصدها انتي مش فاهمه او الكلام ده. بس ليه نسخر من حد لمجرد ان هو بادئ في حاجه جديده في حياته؟ ليه؟ فهو انتي مامي جديده كده؟ لا لا جعانه اعمل لها بس ببرونه. انا قلت لها بس هي لسه شاربه ببرونه دلوقتي فمش فالبنت فضلت مصممه ان انتي مش فاهمه، انتي مامي جديده مش فاهمه حاجه واعملي لها ببرونه دلوقتي حالا. وحسيت برضو الاحساس بتاع ايه، يا اما اخدها منك. فانا ساعتها عشان اقنع البنت، هي بصراحه البنت يعني عسوله مش قصدها حاجه، بس اللي هو عشان انا اقنعها ان بنتي مش جعانه،
عملت ببرونه واديتها لبنتي قدامها علشان اثبت لها ان انا بنتي مش جعانه، هي بنتي زهقانه عايزه تمشي مثلا من مكان في نفس اليوم. هو تقريبا العيب في اليوم مش فيا او في بنتي. يعني المفروض ان انا كنت عايزه اغير لها البامبرز بقى، الحاجات بتاعه الاطفال اللي هي الرخمه في الشوارع دي وكده. ففي مترو، احنا في المترو، والمترو ده بيكون يعني مكان عام وفي حمامات، يعني هو المكان اللي احنا فيه حماماته نظيفه يعني وكده. فقلت خلاص هدخل بيها الحمام علشان اغير لها البامبرز وكده. فبقول اللي هم الامن اللي بيبقوا واقفين دول، هو فين باب الحمام اللي هنا؟ هو فضل باصص لي كده شويه، هي الحمامات في الصيانه. بصلي انا واختي كده اللي هو ايه العيال اللي داخله الحمام دي؟ هي الحمامات في الصيانه، واحنا ما عندناش حمامات، لو عايزين تخشوا حمامات خشوا في اي بوظوا الدنيا في اي حته تانية. كان اغرب موقف فيهم، يعني اللي هو ايه، انا مش عارفه وقتها هو كان شايف ان احنا صغيرين برضو زي الناس التانية، فاللي هو انتوا لو دخلتوا الحمام هتبهدلوا لنا الدنيا جوه بالعيله الصغيره اللي انتوا شايلينها، شوفوا انتوا جايبينها منين يعني. ولا هو بقى كان مدام متخانقه معايا مثلا فكان متعصب والكلام ده، فمرضاش يقولي. وساعتها انا اللي دورت، يعني انا بصيت كده ودورت ورحت دخلت برضو وقتها الحمامات اللي هي هناك وكده. وقتها اتمنيت ان هو يتحط في موقف محتاج حد يساعده فيه وما يلاقيش، ويلاقي اللي يقف قدامه كده ويقول له لا مش هنساعدك ايا كان الموقف ايه، حتى لو عبيط كده زي ان انا داخله اغير لبنتي بامبرز في الحمام. الطرف اللي فوق باين ولا بينه اكتر؟ فدي كانت من ضمن المواقف المميزه قوي لميان وهي صغيره. ما كنت بخرج بيها كان دايما الناس بتبصلي على اني ايه، اللي هو بتفضل تبصلي كده جامد قوي، ونظرة اللي هو الشفق كده اللي هو يا عيني لا اتجوزت بدري ومعاها طفلة معاشتش حياتها. ميعرفوش ان انا سنا كبيرة بس انا شكلي صغيرة، ولا عشت حياتي والله يا جماعة. اشتغلت، خرجت، عملت دخلت جامعة الاول، بعد كده اشتغلت، كنت بخرج وبروح وباجي وكده عادي، وبعد كده اتجوزت. مش اللي هو حد صغير او هما مثلا لو شافقانين عليا ان انا سني صغير ما توضحوليش النظرة دي قوي، يعني مش اللي هو كده، يعني اللي هو بلاقي الناس بصالي كده يا عيني. لدرجة ان انا كنت في مرة انا واخدة بنتي وخارجين، يعني احنا خارجين انا رايحة انبسط يعني مش رايحة، حطها في شيالة عادي وكده ورايحين خارجين، فواحدة راحت قالت لي، ست كبيرة برضو وقفتني قالت لي يا حبيبتي الامومة مش بالساهل. انا مش عارفة هي الحاجات دي غريبة معايا انا، يعني انا كل مثلا ممكن تكون المواقف دي بتحصل مع ناس كتيرة، بس انا اللي مستغرباها مثلا، ولا هي ما بتحصلش مع حد وحصلت معايا انا، يعني مش فاهمة. انا حاولت افتح اللون بالبينك ده، حسيته قلب على لون وحش قوي، فهغمقه بمية سينما، وده بيأكسد كده سيكا فهغمقه بيه. حاجة بقى هحكيها لكم، ان هي دايما بيتعاملوا معاها على انها ولد. تشوفوني مثلا في عربية او في حاجة وحد يوقف لي يقولوا لي علشان ابنك بس. في بنت كانت بتلعبها بتقولي هو ده اللي كنت بلعبه هناك. كنت الاول بوضح اللي هو لا يا جماعه هي بنت، كل اللي يتكلم على انها ولد لا هي بنت كده، مع انها لابسه حلق، يعني هي لابسه حلق. فبعد كده مبقتش اوضح، يعني مثلا ما حد يقول لي ابنك ومش عارف ايه، حبيبتي تسلمي شكرا ميرسي كده، فاهمين اللي هو مشوا الدنيا مشوا الدنيا. جيت اقول لكم ان انا كنت راسمه حواجبي اللي هو مليان الفراغات خفيف كده قبل ما ابدا الفيديو وكده، الروج حطيت له جلوس حبيبه قلب ماما، كنا لسه جايبين في سيرتك قبل ما تشدي رينج لايت وتنكدي علينا الفيديو تديني كام من 10 للميك اب اللي انا حاطاه ده. اعملي كده اعملي كده بايدك الاتنين كده. بصوا هي ما عملتش، بس هي بنتي عجبها جدا، وهي ما عجبهاش، بس انا عارفه ان هو اكيد هيعجبها، وهي ادتني 10/10. انتوا تدوني كام للميك اب ده؟ 10/10 ولا كام؟ بس كده ده الميك اب اللي انا كنت عايزه اوريهولكوا. بحب قوي الميك اب يكون بسيط وفي نفس الوقت يكون شكله حلو، يعني يحلي المظهر، يحلي شكل كده، بس ما يبقاش. طبعا الحاجات دي بتكون اذواق. يا رب الميك اب يكون عجبكم، الفيديو يكون عجبكم. متنسوش لو انتوا اول مره تيجوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك للفيديو ده. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير، باي.